لكن خلينا نروح ربما ملف أخذ حيز كبير خلال هذا الأسبوع، وهو خرجة الناخب الوطني مع وسائل الإعلام. ربما راح نخلي التقنيين شوية، خلينا نروح نتحدث مع الإعلاميين. ندى عباس، خرجة الناخب الوطني أول مرة منذ توليه العارضة الفنية لا يدلي بأي تصريح بعد عودته من سفرية. خرجته في الندوة الصحفية، طبعا انتقاده لوجود هاي الصورة، ربما لأول مرة يرفض الإدلاء بأي تصريح. ندى عباس، شو رأيك يحدث فيما يحدث بين الإعلاميين والناخب الوطني؟ أنا في رأيي ربما ما راح ندافع عن الإعلاميين، لكن نقول إنه الإعلاميين ما مش يرتكبوا أخطاء، مش ذنبهم هم إنه ما تكونش طابل الميكساج باش يكون فيه طبعا ميكرووات. وش رأيك شو صار؟ شوف، نهضر لك على الاكسيون هذه. عندما المدرب لهنا رفض انه شوف كريمه ما يهمش هو من بكري عنده لي كريموس شي من اليوم هذا امر صحي بالنسبه لي. خلينا كي كنا نهضروا حاجه. انت عندك المدرب الوطني توتر رايك شفناها، معليش ما يهمش. انا نقول لك لهنا امر صحي، خلي باش نكونوا منصفين. تفضل معليش. ما تجيش ليه اللايروبور ولو انه صاص فيه في العالم الكل. لا خليني نكمل لك وسيم، نعطيك رايي. الاتحاديه الجزائريه لكره القدم نعطيك رايي، طلبت اعتماد الصحفيين لتغطيه عوده المنتخب الوطني الى الجزائر. التغطيه يعني بالكاميرا، ما كاينش تصريح، لانه المدرب الوطني ملزم بالتصريح خلال الندوات الصحفيه، خلال المناطق المختلطه. طيب نزيد نعطيك معلومه. ربما جمال بالماضي كان طبعا قوانين الفيفا تلزم عليه يعقد ندوه صحفيه، يونس فتيسان وشريف حجرم هنا قبل 24 ساعه قبل المقابله. هو كان جرى ندوه صحفيه بيوم الاحد، ما كانش كان ربما كان ناسي انه كان فيه ندوه صحفيه، ولو كان على عين كان ما يبرمجش الندوه الصحفيه يوم الاحد. دار ندوه صحفيه بيوم الاحد طبعا. دار ندوه صحفيه قبل المقابله طبعا. قبل المقابله. القوانين تاع الفيفا شوف باش نروحوا ديالك. انا ليش نقول لك هذا امر صحي؟ باسكو انا شفنا تبهدل ولا احترام من قبل المدرب الوطني للصحفيين واللاعبين ايضا. يا خويا ندير انا قيمه لروحي. علاش نقولها لك يا وسيم؟ من يهون يسهل الهوان عليه. اليوم كما صرحش المدرب الوطني انا اعتبره امر صحي، لانه ما هوش ملزم انه يصرح للصحفيين في المطار، ملزم باش يحضر ندوات صحفيه، ملزم في المناطق المختلطه اللي ديرها اللي مسموح بها في لافيفا والفاف يدير تصريحات. طيب في مقابله الصومال لم تكن هناك منطقه مختلطه، اللاعبين كلهم رفضوا يديروا تصريحات. هذا امر اخر، واللاعبين ليسوا ملزمون في المنطقه المختلطه باش يصرحوا، ملزمون باش يجوزوا على المنطقه المختلطه، هذاك باش يروحوا على المنطقه المختلطه ملزمون. دونك انت تحب تصرح تحب ما تصرحش، ما كاش. علاش نقول لك ما كاش عقوبه. نعاود نوري دوكا العلاقه بين بالماضي والصحفيين. لازم يفهم بالماضي باللي الصحفيين ولا الاعلاميين داخلين في المنظومه الكرويه، كاين لاعب كاين جمهور كاين صحفي كذا، كلنا من اجل خدمه المنتخب الوطني. بالماضي راه داير في راسه باللي كاين صحفيين يعملون ضد المنتخب الوطني ويعملون ضده باش يفشل. سمعنا في البلاطوهات، نسمع في البلاطوهات صحفيين اليوم يقولوا هما صحفيين، يقول لك الناس كانوا يستناو يخسروا ليكيب ناسيونال. شكون هما؟ عطيني شكون هما؟ شكون اللي يحب يخسر ليكيب ناسيونال؟ نعاود نولي للمبدا الاساسي، من يهون يسهل الهوان عليه. هذا امتداد للصحفيين، مع كل احتراماتي مانيش نمد روش للصحفيين اللي ما يحترموش نفسهم وما يحترموش المهنه تاعهم. كي خلص لا كوب دافريك في لا كونفيرونس دو بريس تاع كيما خرجنا بطريقه احترافيه، ماشي خرجنا من المنافسه في الكان تاع الكاميرون بطريقه يندى لها الجبين. ما كاش حامد اللاقب خرج في البريمي تور. جا السي بالماضي قال لهم يا ودي هنا في هنا راكم انتم صحفيين كاين ناس راهم هنا بيناتكم 7 ولا 8 فرحوا كي خرجنا دوكا. ماذا قام الصحفيون؟ واش داروا؟ كانوا يناضوا يصفقوا عليه. بارك الله فيك شيخ، يعطيك الصحه عندك الحق. انا نقول لك من ياهن يسهل الهوان عليه. انا هاو الشيخ قدامي احترمه، انا ثاني نطلب منه انه يحترمني، بصح كي تكون ما كاش علاقه تبادليه بينه وبينه ما كاش. هنا يصرى شكون اللي راه يدير لا زيزاني؟ انا نقول لك شكون المسؤول على هذه تاع خطاب الكراهيه هو المدرب الوطني. المدرب الوطني في مختلف التصريحات تاعو يحضر واحد الحضره اللي يسوق لكلام الكراهيه. نعطيك مثال، هضر لهم على بارادو قال لهم اسمع كاين ايكيب بارادو، ما قالش بارادو، قال ما كانش نسميها باسكو كاين حساسيه. ماذا يعني ذلك؟ يعني انه هناك ناس، هذه بارادو جزائريه ولا وين جايه في بنغلاديش، جايه في الجزائر. كاين ناس يكرهوا عندهم حساسيه مع
كاش عنده حساسيه مع بارادو كونترير. أكيد. مركز تكوين ما شاء الله، ناس تكون كذا كلش. شكون؟ كاين ناس ما يحبوش اللي كيما صناع في البلاطو وكذا كلش. لازم يتعلم السي بالماضي، السي بالماضي مع كل احتراماتي راهو ناخب الوطني. كاين اراء دوك كيما شريف حجار ولا الشيخ ولا هادو اراء، ماشي ما عندهمش كلمه، ما عندهمش الكلمه الاخيره قال لهم يبدلوا. نعطيك مثال، انا نحب ابراهيم نشوفه في المنتخب الوطني، هذا لا يعني ان المدرب الوطني ملزم انه يجيب ابراهيمي في التشكيله، ولا اني غلط. أكيد. هو ما راهوش حاب يفهم انه النقد يخلي المنتخب يتقدم. راهو يقولوا بلي كاين نقد هدام. شكون هو الحق؟ هل يعتبره هو انتقاد شخصي ليه بالنسبه ليه؟ هو مع كل احتراماتي للمدرب الوطني، هو اللي راهو خلق هذا الجو المشحون مع المنتخب الوطني الى درجه انه في الشارع دركا اصبح صحفيين يعني. اصبح لا انت راك مع بالماضي ولا كونتر بالماضي؟ هذاك بالماضي هو طرف في منظومه. اليوم علاش الناس راهم دايرين هكذا؟ علاش وصلنا الى هذا المستوى؟ لانه الناس راهم دايرين بالماضي فوق المنتخب الوطني، الوغ العكس، الجزائر والمنتخب الوطني هو الفوق والاخرين كاع اداه. انا صحفي، الشيخ مدرب محلل، هو مدرب وطني، علينا ان نحترمه، هو ايضا عليه ان يحترمنا. طيب خلينا قبل ما نروح عند شريف حجار ويونس ابتسام بخصوص قضيه بالماضي. وهاب ربما عندك راي اخر بخصوص قضيه الناخب الوطني مع وسائل الاعلام اللي ربما خلاص وصل كما يقولوا. شوف وسيم، دور الاعلام هو توصيل معلومه من المصدر للمواطن للجمهور الرياضي. واش رايك في الصوره هذه؟ لا هذه الصوره ما شوف وسيم، من حق الاعلامي يطرح اي سؤال عن المدرب اكيد في اطار محترم، اطار منظم، اطار في كره القدم. من واجبه يجاوبك ولا ما يجاوبكش؟ حاب يجاوب ما يجاوبش، هذا امر يخص المدرب. لكن نروح لك انا في اللقطه اللي تكلم عليها بالماضي في اللقاء الاخير على الميكروفون اللي كانوا محطوطين في يا وسيم، اي صحفي يجيب معه ميكروفون يحطه فوق عمل باين على بديهي، هذا شيء بديهي. كيفاش صحفي يجيب ميكروفون يحطه فوق الطابله تقول له كاز ميكروفون؟ وين يحط الميكروفون الصحفي؟ هو مهمته يجي يدير المعلومه ينقلها، والمعلومه بكل مصداقيه والشفافيه، والمعلومه هذه تكون بكاليتي سون، تكون يعني ممتازه باش تفوت للجمهور الرياضي بصفه جيده. كيفاه باغي يخدم الصحفي لما ينحي الميكروفون؟ هذا شيء اخطا فيه بالماضي 100%. شيء ثاني وسيم، في كل العالم في كل عام شفنا الندوات الصحفيه نلقاو على طابل الكونفرنس كلها مملوءه بالميكروفونات، كل وسيله اعلاميه تحط ميكروفون تاعها 30 ميكروفون يعني في طاوله. انا والله شوف، انا هذاك الشيء اللي تكلم عليه الماضي حيرني هذا الشيء، لكن نقول لك باش نكون مصداقيه ونكونوا يعني بشفافيه. كان اعلاميين يطرحوا اسئله ما تطرحش ما عندها حتى معنى، يعني ما عندهاش علاقه حتى يعني هو في نفسه يحس بانه كانه بروفوكي بديك السؤال. لانه ربما رايي طبعا تصريحات الناخب الوطني خلينا الندوه الصحفيه. شوفوا التصريح. On mise beaucoup sur la. Après 5 ans et demi, c'est un sacré chèque, ça, quand même. Voilà, c'est un sacré chèque. C'est téléphone, hein, c'est téléphone. Et je ne cesserai de le répéter. Hein. Ne pensez pas que vous allez m'avoir à l'usure. Viendra le jour où j'arrêterai de parler parce que c'est fatigant. Si c'est ça que vous voulez, tant mieux, pas de souci. C'est pas une obligation de venir ici pour moi. Je peux envoyer quelqu'un d'autre ou je peux très, très facilement réduire la chose parce que je sens que c'est. L'idée, c'est de. On a beau vous prévenir, on a beau vous parler, ça fait 5 ans et demi qu'on parle et que c'est toujours dans la même situation. Vous aimez ça, vous aimez le fauda peut-être, pour ceux qui sont concernés. Ben, ceux qui sont. Ben, moi je ne suis pas censé, je fais pas la sécurité ici. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui dit qui doit être dans cette salle ou pas. C'est moi qui suis perturbé par ces conversations. Et vous devrez l'être aussi. Hein? Ben ça, a fait la salle de conférence de presse. Moi je fais pas la sécurité. Et je viens de vous répondre. Personne n'a dit que les micros c'était le problème des journalistes. Non, on ne va pas faire le débat qu'il ne faut pas aujourd'hui. Un de la sécurité, la conférence de presse pour savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. C'est moi, c'est pas moi. Alors voilà, c'est tout ce que je dis moi. Je sais pas, j'ai dit que c'est fatigant, ça fait 5 ans et demi que ça dure, oui ou non? Il n'y a quasiment aucune conférence de presse qui s'est fait sans un téléphone. Il y a tous ceux qui sont intéressés par l'équipe nationale qui aimeraient bien, pour une fois, avoir une conférence sans entendre de bruit de téléphone. C'est gênant, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et celui qui ne peut pas, il sort. طيب مستوى من الحضيض طبعا، نعود نهبط الى الحضيض طبعا. والمدرب الوطني ايضا مطالب بالحديث باللغه العربيه قبل انتقاد الصحفيين لانه يتحدث باللغه المستعمر. وهب وش رايك قبل خلينا نولي عند يونس ابتسام لان كانت عنده الكلمه، وش رايك فيما حدث سي يونس ابتسام؟ تفضل. نو اسمع، شوف ايش قال. ابري 5 ans سي ان ساكري ايشاك. حتى هو بعد 5 سنوات، حتى هو بعد 5 سنوات جمله باللغه العربيه ما يقدرش يتكلمها. ليش؟ اسمع، ابري 5 ans سي ان ساكري ايشاك. ما انتهاش ولا ما تربيتوش انتم هذا هذه المعنى، هذه يا اخي ما فيهاش معنى اخر. هذا وسمعتوا مع 5 سنين ما تربيتوش يفهم في الجامعه تحت قابل الله عز وجل.
في المسجد راح تقابل ربي، كاين اللي يحب يقابل ربي بالتليفون، يفون لا غالب واحد راسو كذا ينسى التليفون يصوني يكوبيه كذا وكلش. كاين علاقه مشحونه بين الصحفيين وبين المدرب الوطني. الاشكال وين راه؟ حسب رايي طبعا ما كاش لي لو كادري هذا المدرب الوطني. جو ماناش نهضروا على باسكو هذو الناس اللي راهم يقول لك انا كان بالماضي وصحاب بالماضي ولا كونتر بالماضي ولا ماش نهضروا على الكونتي تكنيك. بالماضي بارك الله فيك 2019 جبنا لا كوب دافريك، بالماضي في 2022 ما رحناش لا كوب دي موند ومازال هذا حكا تحرك بينا لهنا، واخفق في كاس افريقيا، واخفق في كاس افريقيا وما قلنا والو. ما لقاش واحد لو كادريه. وبالماضي لما سامحني رضا، وبالماضي لما تهجمت عليه الصحافه الفرنسيه وجد الى الصحافه الجزائريه اللي دفعت عليه رضا. بصح بلا مزيه هذه انت تو ان الجيريان كيما انا اليوم دوك لازم نتلافدوا ونتعاونوا. دوك انت ما تعرفش نعاون خويا وكذا كلش في اطار اننا نخدموا لمصلحه عامه، مانيش نخدموا لمصلحه مانيش جاي عندك هنا باش انت تمد لي الماكله، اني جاي كما كان يقول وهاب نجو نخدموا باش نمدوا المعلومه كونفيرونس دو بريس نسيو نسقسيو. وعندك الحق وهاب كاين اللي من ينتسبون ماشي صحفيين من ينتسبون الى مهنه الصحافه صح اسئله دي فوا تشوفها تقول يا خا هذا كيفاش، بصح هذا لا يعني انه انت تقلل احترامك لمجموعه ما. واني نقول لك اليوم لو كان الصحفيين كانوا رجال، الكلمه هذه بالك مانيش نمد دروس ومانيش انا ليا، لو كان جاوا رجال والله ما تصرى هكذا، باسكو من يهون يسهل الهوان عليه. وصلنا الى هذه المضربه، ما كاش لي لو كادري، ما كاش لي لو كادري. عباك واش جمهوريه وحدها تاع الماضي، جمهوريه ماناش نهضروا على الكوتي تكنيك. هنا ربحنا 2 ماتش باسكو بداو يخلطوها لك كيفاش انتم تخلطوا، مانيش خلطوا هنا راني نهضر لك كذا. ما كاش المدرب الوطني ما لقاش شكون اللي كادري، شكون اللي كادري سي لا فيدراسيون الجزائريه، سي لومبلواير تاعو. مالوريزمون لومبلواير تاعو بعيد، راني نهضر على هذا دوك صادي. انا شفنا راح نتحدث على الصوره، انا شفنا الصوره انا فرحت قلت يا هذه كاينه منها بالك فوتوشوب. هكذا بديت نخمم قلت بالك فوتوشوب داروا ديك صادي مع في لا رينيون تكنيك مع المدرب الوطني بين شوطين مقابل بين شوطين. ما هذا موالف كاين دي بريزيدون كانوا يتنحاو من البيس. كاين دي بريزيدون ما يهضروا معاه، كاين جمهوريه وحدها اللي هي المنتخب الوطني، بعدها ما كاش باش يجي لا فيدراسيون كذا. ولو انه لا فيدراسيون سي لومبلواير هي اللي تمد الاموال للمدرب الوطني. هذا على ذكر وسيم في نفس السياق واش كنقول على ذكر فقط نعطيو معلومه رضا عباس انه رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم وليد صادي تنقل مع المنتخب الوطني في الحافله، يعني من نزل الى الملعب كان معهم في الحافله. يعني قلت لك انا حتى وليت نقول بالك فوتوشوب بالك كانوا يكذبوا عليا. صار السوريين وصلنا الى هذا المستوى. هذوك كنا نهضروا في الكواليس مع المدرب تاعك قال لك سيبو نهضروا على نهضروا على هذه الاشياء لانها مهمه. رئيس اتحاديه ما كانش عنده الحق انه يتدخل في اي شيء يخص المنتخب الوطني اداريا حتى في سفريه، حتى في الامر التقني. الامر التقني هي حاجه واحده اخرى ما عنده حتى علاقه بالمنتخب الوطني. واليوم باش نرجع لك للموضوع الاساسي، كي انت تخلي الناس تهينك من بعد ودي سهله عليك سهله. انا الصحفيين اللي كانوا يصفقوا واللي كانوا يمجدوا واللي يحطوا بالماضي كان مقدس. هاي والله دوك وين. ونقول لك حاجه، تجي ليك بعد الجيل هذا بعد الجيل هذا ما تقولش زعما شكون انا لا والله غير لا ماشي خاطيني باسكو كي كان يهضر واش انتم ما تربيتوش ابري 5 اللي كانوا كاع تما كيما صرات في لاكوب دافريك قال لهم كاين بيناتكم اللي ما حبوش ليكيب ناسيونال فرحوا كي خرجت ليكيب ناسيونال. ولا احد من الصحفيين اللي كانوا متواجدين في تلك الندوه الصحفيه ناضوا قالوا شنو الهضره هذه شنو الهضره هذه. كاين صحفيين هذه انت وصلت الامر انك تخون الناس على تخون. هذا تخوين اكثر من التشكيك. كاين شك وكاين تخوين. خونت الصحفيين اللي كان عندهم ميتي نوبل. وسيم